يا صباح الفل عليكم من الدنيا، صباح الفل عليكم من مصر الصغرى، المحافظة الطيبة الجميلة بناسها وبأهلها، محافظة الفيوم. أنا بصور لكم مجموعة فيديوهات عن المحافظة الجميلة دي، والنهاردة أنا موجودة في قرية من أهم قرى محافظة الفيوم، قرية النزلة. تعالوا مع بعض ناخد جولة في قرية النزلة ونشوف القرية دي مشهورة بإيه، وليه دايما الفنانين والأفلام والسينما والفيديو كليبس بتيجي بالذات النزلة في الفيوم عشان تصور الفيديوهات بتاعتها هنا. يلا بينا نشوف. أول حاجة، قرية النزلة موجودة فعلا في منخفض فتلاقيها نزلة، عشان كده اسمها نزلة، وموجود فيها حرفة صناعة الفخار. تراثنا، عاداتنا وتقاليدنا موجودة هنا. الفخار هو تراث مصري أصيل من أيام المصريين القدماء لحد دلوقتي. العالم كله بيستورد الفخار من مصر، وتحديدا من قرى محافظة الفيوم، سواء قرية تونس أو قرية النزلة، المشهورين جدا جدا بصناعة الفخار. زي ما انتم شايفين معايا، انا موجودة دلوقتي في ورشة عمل من الورش اللي موجودة لصناعة الفخار جوه القرية، لكن الورشة دي معمولة كلها من اواني الفخار. هتلاقوها كلها، السقف بتاعها، الحوائط، كل شيء فيها معمول من اواني الفخار، علشان كده متصنفة ضمن المباني البيئية على العالم كله، تقريبا واخدة المركز ال40. تعالوا نشوف الورشة دي ونعرف شوية معلومات حلوة كده عن المكان وصناعة الفخار والناس اللي بتشتغل هنا ويصدروا فين، وكل المعلومات عن قرية النزلة. دلوقتي بقى هندخل الورشة اللي موجودة في قرية النزلة، اللي بيتعرض فيها شوية معروضات عن اللي بيتصنع هنا في القرية. وكمان انا موجودة تحديدا في الغرفة اللي بيتعرض فيها هنا صور ايه من فيديو كليبس، من افلام قد ايه من اكتر من 80 سنة، والفنانين والمخرجين والمصورين في كل الدنيا مهتمين ان هم جدا ييجوا يصوروا الافلام بتاعتهم هنا في المكان الرائع ده. بداية كده هنلاقي مكتوب هنا كابتن جودة، مسلسل اتمثل سنة 1986 بطولة سمير غانم وإسعاد يونس، اتصور هنا في قرية النزلة. هنلاقي بعد كده فيديو كليب أصالة بتاع بنت أكابر صورت برضو هنا. هنلاقي برضو فيلم دعاء الكروان وفيلم البوسطجي. أفلام دي من زمان جدا جدا، لكن من وقت الزمن ده لحد دلوقتي. وهنلاقي ان الصناعة في السينما او صناعة الفن، سواء فيديو كليبس او افلام عامة، مهتمين ان هم يصوروا جوه قرية النزلة الجميلة جدا. برضو من الحاجات اللي بتتصنع هنا مش بس الفخار، هنلاقي الكراسي اللي انتوا شايفينها دي، الترابيزات اللي معمولة من جريد النخل. هنا النخل موجود بكثرة، فبيقدروا يصنعوا من جريد النخل الكراسي والحاجات دي بحرفية كبيرة جدا. تعالوا مع بعض ناخد جولة في الغرفة التانية من الورشة ونشوف ايه المصنوعات اللي بتتصنع هنا. هنا بقى زي معرض كده في الغرفة دي اللي موجودة في الورشة، المصنوعة كلها من الأواني الفخارية زي ما انتم شايفين. هنلاقي قصة أو تعريف لكل شيء موجود هنا. هنلاقي ده اسمه صحن كسكسي، ده اللي بيتحط فيه الكسكسي وبيتعمل فيه. هنلاقيه حتى مخرم شبه المصفى عندنا، دي بتتعمل من ايام المصريين القدماء ولحد دلوقتي بتتعمل بنفس الطريقة، صحن الكسكسي. وكمان قدرة الفول، قدرة الفول الفخار، احلى اكل تاكله من الفخار، يعني طعم الاكل الحلو وتحس كده ان الاكل معمول صح. والاكل بقى الفلاحي اللي تلاقي فيه الطعم الحلو بيكون معمول في الفخار. هنلاقي كمان موجود البكلة هنا شارحينها. البكلة دي اللي بيتعمل فيها المش، او بيسموها بنت الزير. الزير اللي هو ده طالع معايا، الزير ده بقى يعني كولدير طبيعي، يعني حاجة كده تلاجة طبيعية تحط فيها المية تفضل ساقعة، سبحان الله. هي القلة والزير. وكمان البكلة اهي، هي دي البكلة اللي بيسموها بنت الزير. البكلة دي اللي بتعمل فيها المش، كلتوا المش بقى والحاجات الفلاحي الحلوة دي بتكون محطوطة في البكلة دي. سيبك بقى من المش اللي بتحط في البرطمان البلاستيك والحاجات الجديدة اللي الناس عاملينها دي، لا،
جدي وجدتك والاصول بتاعتنا والتراث بتاعتنا وعاداتنا وتقاليدنا هي الفخار. في كمان من الحاجات اللي بتتعمل هنا ومشهور بيها جدا 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 القرية هي الدفاية دي. هنا بيتحط الفحم او الخشب الصغير او ايا كان بيولعوا فيه النار وتطلع من جوه السخونية بتاعتها تدفي المكان كله. ثم بعد ذلك بقى الكانون. سمعت قبل كده او كلت قبل كده محشي معمول على الكانون؟ ده احلى محشي تاكله في حياتك، محشي مصري بقى. او الشاي اللي معمول على الكانون، ده احلى شاي فعلا ممكن تشربه في حياتك. الكانون هو بيبقى عبارة عن فخار زي ما انتم شايفين، وبيتحط عليه الخشب ويتولع النار ويتعمل عليه الشاي. بعد كده بقى هنروح على الغرفة اللي موجودة هنا في الورشة اللي هتودينا للآلات اللي بيصنعوا بيها الفخار او بيشتغلوا بيها الحرفة الجميلة دي. هنلاقي بقى موجود الدولاب، حاجة اسمها الدولاب هي اللي بيصنعوا بيها الفخار. الدولاب ده يعني من أقدم الحاجات اللي موجودة في القرية هنا، عمره أكتر من 200 سنة موجود هنا. ده متحف زي متحف صغير بيعرض الآلات اللي بيصنعوا بيها الفخار، وكمان القالب والطارة، دي أدوات صنع الفخار أو الأواني الفخارية. تعالوا بقى ناخد جولة كده في القرية نفسها ونشوف العمال وهم بيشتغلوا الحرفة الجميلة اللي فيها كل تراثنا وفيها كل أصولنا، وهي حرفة صناعة الفخار في قرية النزلة. يلا بينا. دلوقتي هنا ده الدولاب. الدولاب ده بيتم فيه تشكيل الأواني الفخارية زي ما انتوا شايفين اهو. هنتفرج بقى، تعالوا نتفرج مع بعض من قريب شوية. اسم حضرتك ايه؟ ناصر ربيع. حاج ناصر، وهو بيصنع الأواني الفخارية على الدولاب وبيتم التشكيل زي ما انتوا شايفين كده معايا. دي البداية، البداية بتاعت البوكلة اللي هي بتحط فيها المش دي. ايوه والمية هنا بيدق بيصنع. طب نروح نتفرج عليها كده، نروح نتفرج على صناعة البوكلة اللي انا وريتها لكم من شوية في الفيديو. مساء الفل، عامل ايه؟ خير والله الحمد لله. تسلم ايدك. احنا عايزين نتفرج بقى معاك كده الصنعة الجميلة والحرفة الجميلة دي بيحصل فيها ايه. دي قبل ما يتحط على الدولاب بتعمل تصنعها هنا الاول. بتصنعها هنا الاول. الطين والقش والميه. طين وقش وميه. بعد ما بيخلص الدق عليها والتشكيل بيحطها على الدولاب، يعني يسيبها شويه في الشمس تنشف شويه، وبعد كده بتروح على الدولاب اللي وريته لكم بيدور يتم التشكيل عليه. وبعد كده بقى يخش مرحله ثالثه وهي مرحله الفرن. الفرن بيخرج منه الأواني زي ما انتوا شايفينها كده معايا. ده كله دخل الفرن واتحرق في الفرن عشان يبقى اكتمل تصنيعه وتشكيله. من أجمل القرى اللي موجودة حقيقي في الفيوم. حقيقي الفيوم كل يوم وأنا بصور فيها بتبهرني يوم عن يوم. كل يوم بلاقي مكان جديد، مكان جميل، مكان أجمل من اللي قبله. موجود كل حاجة هنا. حقيقي مصر الصغرى زي ما قلت لكم في الفيديوهات قبل كده إن الفيوم يطلق عليها مصر الصغرى عشان البيئات بتاعة مصر كلها موجودة فيها، وعلشان كمان هتلاقوها واخدة شكل الدلتا مع نهر النيل، هتلاقوها على الخريطة واخدة نفس الشكل ده، فعشان كده اسمها مصر الصغرى. مصر الصغرى حقيقي من أجمل المحافظات اللي موجودة فيها كل شيء، وخاصة قرية النزلة اللي بيجوا مخصوص المصورين والمخرجين يختاروها هي خصيصا عشان يصوروا فيها أجمل الأفلام والأغاني. شفنا مع بعض النهاردة صناعة حرفة من الحرف الجميلة، تراثنا مش بس بنستخدمها في بيوتنا لحد الآن ومحتفظين بتراثنا المصري القديم لحد الآن، لا كمان بنصدره للعالم كله وبيستخدموه لحد دلوقتي. بنصدر لأوروبا ودول كتير مختلفة الفخار المصري الأصيل من قرية النزلة، وبرده من قرية تونس. هعمل لكم فيديو قريب جدا كمان عن قرية تونس وتشوفوا جمالها وجمال فنادقها السياحية وكل شيء فيها. كمان زي ما قلت لكم الورشة الجميلة اللي معمولة هنا في
في قرية النزلة من أواني الفخار كلها معمولة كمان علشان المهندسين ياخدوا أفكار. يعني ده فكرة حلوة قوي أنا شايفاه ممكن يتاخد في الديكور البيئي. أي حد بقى عايز يعمل ديكور بيئي في بيته فيلته، بيعمل فندق بيئي، بتهيألي مفيش أجمل من كده يتعمل بيه ديكور، سواء في البيوت أو الفنادق أو المحلات أو أي مكان عايز تضيف ليه شكل تراثنا الحلو الجميل. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله لمكان اجمل واجمل من اماكن محافظة الفيوم وغيرها من محافظات مصر. سلام.